في إطار اهتمام مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بحجاج بيت الله الحرام وتجويد الخدمات المقدمة لهم، أعدت إدارة المستشفى قافلة صحية متكاملة لتصعيد الحجاج المنومين في المستشفى والذين لا تسمح لهم ظروفهم الصحية بأداء فريضة الحج إلا بمرافقة كادر طبي متخصص يهتم بهم ويعينهم على تحقيق الهدف الذي جاءوا من أجله. شريك لك لبيك إن الحمد. وأوضح سعادة مدير المستشفى الدكتور محمد بن عمر بافرج أن وزارة الصحة قامت بتجهيز مخيم طبي متكامل في مشعر عرفات. كما نرى الآن هي القافلة المتجهة بإذن الله إلى عرفات لأداء الحجاج مناسك الحج لهذا العام ولله الحمد. عدد الحجاج في هذه القافلة 61 حاج، منهم 44 على كراسي و16 حالة على أسرة، وواحد من المرضى في إسعاف مجهز ولله الحمد. تم تجهيز جميع القافلة من القوة العاملة وأطباء وتمريض وفنيين وأيضا من الأمن والسلامة، بالإضافة إلى التغذية العامة والتغذية العلاجية، وتم توفير جميع المستلزمات الطبية والوجبات الغذائية أيضا. والحمد لله عدد الحافلات هي 9 حافلات مجهزة بكامل تجهيزاتها ولله الحمد. ونحن كما نرى الآن تجمع الموظفين في أداء واجبهم في تصعيد الحجاج للحافلات، ونسأل الله العلي العظيم أن ييسر حجاجنا بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة والعودة إلى أوطانهم بكل أمان وسلامة بإذن الله إن شاء الله. والحمد لله، يعني شكرا لهم، شكرا لحكومة الخادم الحرمين على هذا الاهتمام. بصراحة يعني بذلوا معنا شيء ما كنا نتوقعه أبدا. كله متوفر الحمد لله، الحمد لله من فضل ربنا سبحان الله. الله يجزاهم خير. أشكر كل الكادر الطبي اللي يوفقهم، الله يوفقهم على العناية اللي يعتنون بالمريض. طبعا فرحان وعشان موجود معاكم كمان هنا بإذن الله. وشكرا لكل الطاقم الفني اللي هنا بالمستشفى، من فنيين من دكاترة، يعني شكلوا فريق متلاحم متكاتف يعني متعاطف، يعني دائما حول المرضى وحول المريض، ما حسونا بوحدة ولا حسونا بنقص. جزاهم الله كل خير إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. وفي مساء 9 من ذي الحجة يوم الحج الأكبر انطلقت قافلة الحجاج المرضى إلى مشعر عرفات، ترافقهم كوادر طبية وتمريضية وأخرى فنية في أجواء من الاهتمام والرعاية الفائقة، تنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر أيدهم الله الرامية إلى تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بيسر وسهولة، يجمع حجاجها المرضى المنومين من كافة المستشفيات بمكة المكرمة. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تم الوصول إلى مشعر عرفات مع قافلة الحجاج المرضى بمستشفى النور التخصصي. أتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وكل عام وأنتم بخير. وتعد الخدمات الطبية بالقافلة ركيزة أساسية لتقديم الخدمات المختلفة أثناء تصعيد الحجاج المرضى للوقوف بعرفات. ومن الناحية الأخرى تعمل الخدمات المساندة مع الأقسام الأخرى بالمستشفى على تنفيذ عدد من الخدمات التي تساهم في توفير الرعاية للمرضى
الذين تم تصعيدهم في القافلة. كما ترون جميعا ضمن توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين ومن ضمن استعدادات وزارة الصحة لاستكمال نسك حجاج بيت الله الحرام، ها هي إضافة جديدة ضمن جهود وزارة الصحة وجميع إخواني الزملاء ممثلين في جميع مستشفيات مكة المكرمة والعاصمة المقدسة بتجهيز قافلة طبية على أعلى مستوى مجهزة كل التجهيزات الطبية اللازمة والكادر الصحي الذي يعتبر هو الأفضل لدينا بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيته الكريم حجهم، وأن يكونوا سعيدين في بقائهم في بلدهم الثاني، وأن يرجعوا إلى بلدهم وهم مكفولين بكل صحة وعافية. الحمد لله في مغيب هذا اليوم 9 من ذي الحجة تم اكتمال مرضى منسوبي الشؤون الصحية بالمستشفيات بالعاصمة المقدسة والمشاعر إتمام حجهم لهذا العام بيسر وسهولة، وتلاحم جميع المستشفيات بالشؤون الصحية وإعداد مخيم متكامل مجهز طبيا وغير طبيا. والإضافة في هذا العام تم تجهيز وحدة خاصة بضربات الشمس من قبل منسوبي مستشفى النور، وفعليا تم استقبال كم حالة خلال الساعتين الماضية، والحمد لله تم علاجها وعودتها إلى المخيم سالم غانمة، وإن شاء الله خلال أقل من ساعة سيتم التوجه إلى والعودة إلى المستشفى وعودة المرضى إلى مواقعهم بإذن الله. فخورين بخدمة حجيج الرحمن، وكلنا نعمل بيد واحدة مع أخواننا الممرضين وأخواننا الأطباء في نقل المرضى، وبعد الانتهاء الحمد لله سوف نقوم بإرجاعهم إلى المستشفى لإرجاعهم إلى أقسامهم، ويكون بذلك والحمد لله أتممنا عملية الحج وعملية القافلة. نتمنى التوفيق للجميع وتقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد لله تم تصعيد المرضى مستشفى النور إلى عرفات الحمد لله بكل يسر وسهولة، ونحن في قسم التوعية الدينية نتوكل على المرضى وعددهم 26 مريض، وبإذن الله سوف يتم الرجم عنهم. بدأنا اليوم الحمد لله من فضل ربنا إنه نجهز وجبات المرضى الطالعين في قافلة مستشفى النور التخصصي. جهزنا إلى الآن ما يقارب 200 وجبة للمرضى كستاند باي، غير البوفيه اللي إن شاء الله حيكون مشترك بين جميع مستشفيات مكة في مشعر عرفات. نتمنى للحجاج إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين، وأن تحوز خدماتنا على رضاهم بإذن الله. أشكر وزارة الصحة ومستشفى النور التخصصي أنها تحت الفرصة لنا بتقديم خدمات إلى حجاج بيت الله الحرام، فقد تم ولله الحمد بتوزيع وتقديم الوجبات للمرضى بكل يسر وسهولة، آملين من الله لهم سعيا مشكورا وحجا مبرورا والعودة إلى ديارهم سالمين. نحن الآن في عرفات في ضمن القافلة المنوطة بتصعيد حجاج بيت الله الحرام المنومين في مستشفى النور التخصصي إلى مشعر عرفات العام. تشرفت برئاسة القافلة وأنا وزملائي، والتي انطلقت من مستشفى النور التخصصي في تمام الساعة 3 بعد ظهر اليوم. إن شاء الله يعني ربنا يكتب لهم تمام الحج على خير. الاهتمام اللي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج المنومين بالمستشفيات اللي ما تمكنوا من أداء فريضة الحج مع حملتهم للحج. الحقيقة أنا سعيد جدا، شيء يثلج الصدر الجهود التي تقوم بها صحة مكة ووزارة الصحة. المخيم فكرة رائعة ويعطي فرصة للحجاج الذين لم يستطيعون أن يكملوا مناسكهم بسبب المرض أو الإصابة أن يقوموا بأداء مناسكهم بأفضل وجه وتحت إشراف طبي مباشر. هي فكرة رائدة ورائعة وتمثل الجهود واهتمام المملكة بخدمة الحجيج على أكمل وجه. أنا أشكر وأحيي زملائي في صحة مكة، وأحيي وأشكر زملائي في وزارة الصحة على الجهود التي يقومون بها ليلا ونهارا. لا أقول إلا أني سعيد جدا بما تقدمونه، ولكن أدفع نفسي وأدفعكم لنقدم المزيد، فهذا ما يستحقه مننا البلد الحرام وأخواننا الحجيج اللي هم ضيوفنا في بلدهم الثاني. أشكركم مرة أخرى وأتمنى لكم التوفيق
وإن شاء الله كل سنة نشوف هذه المجهودات ونشوف أفضل منها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. من أمام مخيم الحجاج قافلة حجاج مستشفى النور التخصصي، نحدثكم في هذا اليوم المهيب يوم عرفة. الحمد لله على نعمائه، بعد أن تواصل جميع حجاج بيت الله الحرام على هذا المشعر بعد تتويج قافلة حجاج مستشفى النور، وصلوا بالحمد لله بسهولة ويسر دون أي عناء. وبعد وصولهم من هنا إلى هذا المخيم تم استقبالهم ووضعهم في أماكنهم المحددة، منهم من هو على كرسي ومنهم من هو على سرير، والحمد لله حالتهم جيدة ووضعهم رائع حتى هذه اللحظة. الآن نستعد لإركابهم مرة ثانية في الباصات حتى يتم تفويجهم مرة أخرى إلى مستشفى النور. الحمد لله حالة الحجاج جيدة دون أي مشاكل، دون أي مضاعفات لهم. كل ما أود أن أقوله في هذا الموقف أن نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي عهده على جهودهم، لهم منا الدعاء على كل ما قدموا لخدمة ضيوف بيت الله الحرام. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على نعمائه، الحمد لله على أن يتم للحجاج حجهم إن شاء الله. في الختام أود أن أشكر جميع الزملاء القائمين من مستشفى النور الذين كان جهودهم جبارة في التنظيم وفي إعداد المقر وكذلك في تجهيز الحالات وفرزها، والحالات التي تتحمل الوقوف بعرفة. كل هذه الحالات تم فرزها ومنذ 3 أيام إلى 4 أيام تقريبا إلى هذا اليوم. أشكر جميع الزملاء في مستشفى النور القائمين على هذه الجهود، وأتمنى من الله أن يتقبل منهم جهودهم وأن يكتبها في موازين حسناتهم. خدمة ممتازة الحقيقة، مستشفى النور دي خدمة ممتازة جدا جدا جدا. الإشراف طبي ممتاز، سهر طول الليل سهر عليك، يعني الحمد لله. والمملكة تشكر على اللي هي بتعمله دي. الحجاج تعمل حاجات كده محدش يعرف يعملها ابدا في اي بلد كان، تعمل حاجات كده محدش يعرف يعملها ابدا في اي بلد كان. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.